هلا يا مرحبا، معنا في الجمعيه السعوديه في المركزيه الاسعافيه كما عودناكم خلال شهر سبتمبر. اليوم كنا نقدم برنامج الاسعافات الاوليه بمناسبه اليوم العالمي للاسعافات الاوليه من خلال مبادره عطاء. الفكره منها بشكل عام استقبال الجهات الحكوميه والقطاع الربحي والقطاع الخاص بحيث ان نقدم اكبر فائده للمجتمع، وكذلك انتشار العمل التطوعي بحيث ان نصل نحو مليون متطوع كما هي في رؤيه المملكه 2030. جايين معاكم الآن مع الأخ مهند الحازمي من جامعة حفر الباطن. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. أنا في مهند حفر الباطن. نبي ما هي الإسعافات الأولية؟ الإسعافات الأولية المساعدة الفورية اللي يقدمها الشخص للمريض لين وصل المساعدة المهنية. طبعا تكون في حالات الإغماء وفي حالات الطوارئ، وتساعد أنها تخفف الآلام الناتجة عن الحادث أو الحالة الطارئة، وتساعدك تخفيف الأعراض، مضاعفة الأعراض، بحيث ان لما يكون واحد عندك منقطع النفس عنده، فانت تحاول انك تساعده وتعطي تنفس صناعي او باي طريقه ثانيه. وفي حال اذا كان حصل نزيف او ما نزيف، تحاول انك توقف النزيف باقرب طريقه لين يوصل الاسعاف او تتصل على احد او شيء ما. طبعا هنا معنا الاخ ماجد العنزي، يعطيك العافيه اخوي ماجد. طريقه الانضمام للتطوع في جامعه حفر الباطن، تكلمنا عنها اخوي ماجد. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ماجد العنزي من جامعه حفر الباطن، وحنا باذن الله جايين هنا للمعرض، معرض الاسعافات الاوليه، جايين نمثل جامعه حفر الباطن ونفهم الناس ونعلم الناس عن التطوع واهميه التطوع. فاحنا كطلاب فاحنا مهتمين بالتطوع، تمام، وحنا كطلاب جامعه حفر الباطن نستطيع ان نتطوع ونشارك في المبادرات والفعاليات عن طريق الانضمام الى المنصه الوطنيه للعمل التطوعي، ومن خلالها نحصل الفرص التطوعيه ونشارك فيها، وباذن الله ان يعني نرفع راس الجامعه. وشكرا لك. الله يعطيك العافيه.